بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن فلاتر وعن ال AI. الأول هعرف فلاتر. هي عبارة عن فريم ورك معمولة من جوجل، نقدر نستخدمها عشان نقدر نعمل الابليكيشن، الموبايل ابليكيشن يعني، والتفاصيل دي. هي عبارة عن ويدجت كده، بنحط دي ودي مع بعض فبتطلع في الآخر الايه، الابليكيشن. طيب عندنا ال AI. ال AI ده عبارة عن ايه دلوقتي؟ ان احنا بنجيب موديل، او ان احنا بنصنع موديل عن طريق بنديله شوية داتا وبيبدأ يتعلم عليهم ويتدرب عليهم وبيبقى زيه ايه، زي الانسان بالظبط. خدنا الميزة اللي عند الانسان اللي هو ان هو بيفهم واديناها للموديل. الموديل دلوقتي لو بقى حافظ بنقول عليه ان هو ده ايه، مش مظبوط. فبالظبط المهمات الصعبة اللي كان بيقدر يعملها الانسان اديناها للاي اي، وهو اللي يعملها ويخلص لنا الجزء ده. طيب ايه اللي احنا نقدر نعمله باستخدام فلاتر والاي اي مع بعض؟ بالنسبة لل AI هنقدر نستخدمها إن احنا يبقى عندنا موديل على حسب بقى احنا عايزين الموديل ده يعمل ايه. عايزينه مثلا، أديك مثال، أنا شغال على حاجة دلوقتي اللي هو اليوزر يفتح ريكورد، يبدأ يقرأ قرآن، ولما يخلص يبدأ يقول له انت السكور اللي عملته ايه، انت كنت بتقرأ في سورة ايه، التفاصيل دي، انت بصلح لك الحتة دي، طب تظبط الحتة دي. حاجة تانية، اشتغلت على موديل تبع البورصة كده، ان انت ايه، تتوقع السهم ده هيطلع هينزل، اخش امتى اخرج امتى. كان مشروع التخرج بتاعي ان انا اعمل لليوزر بلان كاملة، ازاي يجي يقدر يزور مصر او 14 دولة عربية يعني، يبدأ يبص يشوف الدنيا فيها ايه، وعامل له البلان بتاعته بالنسبة لللوكيشن. كان في تفاصيل كتير. فمن ناحية الحتة دي الموديل، بشوف الموديل اللي انا عايزه في ايه وابدأ اشتغل على الجزء ده. طيب بالنسبة بقى لفلاتر الدنيا بتبقى ماشية ازاي؟ انا عملت الموديل، طب عايز اعرض الاوتبوت بتاعه، عايز الناس تشوف الحاجة اللي أنا عملتها، يبقى أنا هنا هستخدم فلاتر عشان أعرض الأوتبوت بتاعي. طيب الاتنين كده مع بعض حلو جدا، عايزين نربطهم بقى. يعني احنا فهمنا الاتنين، عايزين بقى نوصل ده بده، نعمل ايه؟ عندنا أكتر من طريقة، كل طريقة ليها الميزة بتاعتها وليها العيب بتاعها أو مش العيب. يعني هو انت في حاجات بينفع تستخدمها دلوقتي وفي حاجات مثلا مش مناسبة. مثال، لو انت في مشروع تخرج فانت عايز تقلب الموضوع، لا طب انا في شغل فانا عايز حاجة تانية كده يعني. طيب الطرق اللي عندنا هما تقريبا 3 طرق لحد دلوقتي اللي واضحين. ان احنا ممكن نخلي الموديل اسيت عندنا زيه زي الصورة زي الفيديو زي اي حاجة تانية. نقدر نستخدم مكتبات جاهزة هي موفرة موديل ونقدر نشتغل عليها. نقدر نعمل اي بي اي. دول ال3 طرق. الاي بي اي ده اللي هو شبه الباك اند كده يعني، يبقى فيه باك اند بقى ونعمل ان احنا ريكويست وريسبونس والحاجات دي. لحد هنا انا خلاص خلصت. الفيديوهات لسه كتير جاية ان شاء الله، هيبقى عندنا كل طريقة ليها تفاصيل، في شغل كتير حلو جاي يعني. طب الموديلات برضو كمان هنجيبها من فين؟ الموديلات انا ان شاء الله هعمل بلاي ليست تانية تبع الاي اي، هيبقى فيها مثلا داتا اناليسيز، هيبقى فيها شغل كتير. فالموديل اللي هيخلص من البلاي ليست التانية هاجي اربطه في البلاي ليست دي بفلاتر، ونشوف الدنيا هتبقى ماشية معانا على ايه. ما وعدش يعني ان الدنيا هتبقى على طول مستمر، ان عندي شغل كتير والفترة اللي جاية مزنوق شوية، بس على قد ما اقدر بشتغل يعني. استناني بقى في الفيديوهات الجاية نشوف الدنيا هتودينا لفين يعني ان شاء الله.